يعرفوش الجنيه المصري وكل تعاملاتهم باليورو، وبيتكلموا إيطالي وبيوتهم نسخة من روما، وكلها فيلل وقصور على الطراز الأوروبي بعد ما كانت عشش، وعربياتهم فارهة أحدث موديل، وأهلها لابسين براندات عالمية، والعروسة مهرها نص كيلو ذهب وباليورو. فلو بتفكر تتجوز من قرية تطون حط الشرط ده حلقة في ودنك. قرية تطون بمحافظة الفيوم اتحولت من قرية فقيرة لأغنى القرى، فيا ترى ايه سر الفلوس دي كلها؟ تابع الفيديو ده وهقول لك كل التفاصيل. ايطاليا بقت تتكلم فيومي، واهالي الفيوم بقوا يتكلموا ايطالي. ما تتفاجئش، اصل ده وراه حكايه وتفاصيل كتير. تخيل تمشي في طريق كله مطبات وتراب وحيوانات، عشان بعد كده تتفاجئ انك دخلت منطقه كلها فيلل وقصور بطراز اوروبي، وكانك عايش في روما. نقلها هتعمل عندك صدمه في لحظه، من عشش وعشوائيات لقصور مبهره. حتى اسماء المحلات والكافيهات والقهاوي اسماء ايطاليه وبشكل ومعمار ايطالي من الدرجه الاولى. والغريب ان القريه دي كانت فقيره جدا، وظروف الناس كانت صعبه جدا، وما كانش معاهم الجنيه اللي بعد كده بقوا ملايين، مش بس من الجنيه، لا من اليورو. الاهالي دلوقتي كل تعاملاتهم باليورو، بيبيعوا ويشتروا بالعمله الايطالي، وكانهم عايشين في ايطاليا مش في قريه بالفيوم. قريه تطون مليانه مكاتب صرافه بيحولوا من خلالها الفلوس من ايطاليا، فهم مش بيتعاملوا مع بنوك. ايوه، السؤال بقى ازاي بقوا في العز ده كله بعد الفقر اللي كانوا عايشين فيه؟ هقولك، السر في فلوس ايطاليا وهجره شباب اهل قريه تطون الغير شرعيه من زمان، من 30 سنه مثلا. كل الشباب اختاروا طريق الهجره، وبقت متوارثه عندهم الشاب من دول يكبر يسافر على ايطاليا، وهناك كل اهله وجيرانه. الحكايه بدات لما شاب فكر يشق طريق ويسافر على ايطاليا، ومن بعدها اخذ كل الشباب البلد. هناك بقوا يشتغلوا في المعمار وتركيب السيراميك والبورسلين والرخام والجرانيت والاسقف المعلقه، ومنهم اللي اتجوز من ايطاليات، ومفيش بيت في القريه ما فيهوش ايطاليه مقيمه مع جوزها واهله. وبعد سنين غربه عاشوها هناك، كانوا بيبعتوا لاهاليهم الفلوس اللي كانت السبب في النقله اللي حصلت لقريه تطون، وبنوا القصور والفلل وجابوا العربيات ولبسوا الماركات العالميه. مع انتشار فكره السفر بين الشباب في قريه تطون لايطاليا، قلت نسبه التعليم عن زمان، وبقى شغلهم الشاغل السفر والفلوس، سواء هيسافر شرعي او غير شرعي. ورغم الخطوره لكن بيجازفوا برضه. ولما بدات فكره السفر كانت العدد قليل وقتها، كان الدخل الشهري للفرد قبل الازمه الماليه العالميه بيتراوح ما بين 6 أو 8000 يورو. بعد انشاء الاتحاد الاوروبي بدات جنسيات تانية تدخل ايطاليا وشاركوهم في شغلهم، بعد ما كانوا اصحاب عمل ومشاريع بقوا عمال. حتى تاشيره الدخول زمان كانت اسهل بكتير، وزمان ما كانوش شايلين هم تاشيره الدخول عن طريق اليمن، ووقتها كان بحوالي 500 دولار عشان يسافر لفرنسا ومنها لايطاليا. ولكن بعد فتره ظهر تجار التاشيرات واللي رفعوا اسعارهم ووصلت بحوالي 80,000 جنيه، وده كان من 3 سنين. بس الفلوس والفلل والقصور والاراضي مش كل حاجه، وقصاد كل العز ده كان في ثمن مدفوع كبير، وراح شباب كتير من القريه بسبب هجرتهم الغير شرعيه. عشان كده الحكومه قامت بدورها بالمبادره الرئاسيه مراكب النجاه لتوعيه شباب قريه تطون ان الهجره غير الشرعيه مش هي الحل، وان في فرص تانية ممكن يحققوا بيها احلامهم هم في بلدهم، او على الاقل بطرق شرعيه وقانونيه. الجواز في القريه مختلف عن قرى مصر، وده بسبب الثراء اللي فيها والامكانيات الماديه الكبيره. وعشان كده اهل تطون بيتشرطوا على العريس شبكه ما تقلش عن نص كيلو ذهب، ده غير باقي تكاليف الجواز. تطون ما تقالش عليها القريه الايطاليه من فراغ. فيا ترى ممكن تجربه تطون تتكرر في قرى تانية في مصر، ولا ممكن يوصلوا لنفس المستوى بمشاريع زي قرى كتير مشهوره بصناعات معينه؟